السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وتسجيل وتوقيع اهداف الى خدنا الاحصائيات والارقام والمعطيات اللي يمكن نقدمها للجمهور الكريم في عدد المباريات السابقه 124 مباراه. الرجاء انتصر في 42 مواجهه، الجيش الملكي في 33 لقاء، تعادل في 49 مواجهه. عدد اهداف الرجاء سجل 113 هدف في الكلاسيكو، والجيش الملكي وقع 105 ديال الاهداف. الى خدنا على مستوى نتائج الفريقين امامنا المدرب التونسي، يمكن نقول بانه الاكراه اللي عنده اصابه ديال مروان الهدهودي، اصابه 21 هدف اللي سجل الفريق. تبغى المحاوله فرصه لبدايه الفريق الرجاء، ولكن كتضيع الكره ليسري بوزوق، والحكم كيمنح خطا لفائده فريق الجيش الملكي. تابعنا السرعه على مستوى العمليه لفائده فريق الجيش الملكي من الجهه اليمنى، محاوله التمرير، تدخل الدفاع وابعاد التحرك ديال زكريا فاتي. زكريا تمرير الايمانوي ولكن بعيده ديال هدف مقابل هدفين. تبعد المحاوله، طلعت كره فرصه لفائده فريق الرجاء. حمزه خابا تسديده، تدخل الدفاع دائما خطوره، تسديده محمد زريده وابعاد الكره مره اخرى تعود اللاعب زكريا الهبطي. خطا الكره، بحث على المسانده محمد مقعازي. لاحظوا الثنائيه مع لاعب يسري بوزوق، صارت كره لحمزه خابا، سدد بكل قوه، تدخل الدفاع مره اخرى محمد زريده وابعاد الكره من طرف الدفاع ديال الفريق الجيش الملكي. يمكن نعتبره هذا اول تهديد بالنسبه لفريق الرجاء لمرمى فريق الجيش الملكي. حاتم القعازي وسطات الكره، فرصه تسديده ومرة جانبا. محمود بن تيك الذي يسدد الكره مشات جانبا من مرمى الحارس محمد باعيوب. محمود بن تيك سابق لفريق الاتحاد البيضاوي. لاحظوا التسديده مرات جانبا من مرمى فريق الجيش الملكي على مستوى الخط الامامي. تدخلت الزاويه، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه والكره خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى لفائده فريق الرجاء. كما قلت بان المنشوده. تبعد محاوله رضا سليم، انطلاقه ممتازه لرضا سليم، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، تدخل ديال اولو والكره في الزاويه. الرجاء حمزه خابا، انطلاقه ديال حمزه خابا، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء. حمزه خابا شو يعمل، كيمرر فرصه لفائده فريق الرجاء وتدخل الدفاع. خابا تبعوا من جديد محمد الزريده، ما كانش هناك وضعيه تسلل لحمزه خابا، خطا الكره الدخول داخل منطقه الجزاء، تمرير ولكن تدخل الدفاع. كان البحث على لاعب زكريا الهبطي في الوقت لتدخل الدفاع الذي يبعد الكره وابعاد. فهنيئا لنا بهذا الجمهور المغربي المغربي دائما انه يبقى متميز من اجل التشجيع ومتميز بالنسبه لفريق الرجاء. ثم 2014 كانت مشاركه ديال فريق المغرب التطواني، وكذلك دي ستيفانو، عدد من اللاعبين متميزين تحت قياده ميغيل مينوز. وبالتالي الجيش الملكي لاحظوا استرجاع كره من زكريا الهبطي، كانت فرصه لفائده فريق الرجاء، تدخل وابعاد. رضا سليم غادي يحاول انه يدخل داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده فريق الجيش الملكي. رضا سليم فقد التوازن ديال من رامي حريمات باتجاه اللاعب رضا سليم. هنا رضا سليم فقد التوازن ديالو، استرجع الكره من طرف اللاعب فاتي امام محمود بن تيك. ترفع الكره، فرصه ممتاز ادم النفاتي. هنا المراوغه، رفع الكره، جوزيف كيدي غنادو يخرج من الرقبه اللي كانت مضروبه عليه من طرف المدافع. تمنى في الجهه اليمنى زكريا هبطي، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. حمزه خابا حاول يرفع الكره، زكريا هبطي، فرصه يتمكن من تسجيل الهدف. فرحه كبيره للاعبي فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. تابعنا المحاوله من الجهه اليمنى، تمريره من حمزه خابا، وصلت الكره لزكريا الهبطي اللي خدا الكره بشكل ممتاز، الصدر يسدد بالرجل اليسرى، يضع الكره في مرمى الحارس محمد باعيوب. نتابع هذا الفرحه الكبيره لجماهير فريق الرجاء بهدف اول اللي كيجي تقريبا 5 دقائق على بدايه هذه الجوله وهذا الشوط الثاني. نتابع رده فعل الفرنسي فرناندو دا كروز. تمريره في الجهه اليمنى، نتابعوا حمزه خابا، خدا الكره، كيمرر اتجاه لاعب زكريا الهبطي، كذلك مرر اتجاه اللاعب حمزه خابا، حاول انه يرفع الكره. لاحظوا امام 4 ديال اللاعبين زكريا الهبطي يتمكن من تسديد بقوه، والكره تعانق شباك الحارس محمد باعيوب. 1-0 لفائده فريق الرجاء. هدف تقريبا انه غادي يعطي دفعه كبيره لهذه الجوله الثانيه والمباراه. سننتظر رده فعل فريق الجيش الملكي. اذا زكريا حكم كاين عندنا خطا، غادي يكون
ناجي من زاويه اخرى. تدخل شيء قوي للعرب، وهذا هو اللي كيشوف الان رضوان جيد ويتابع الصوره ويتابع اللقطه. اذا رضوان جيد خدا القرار ديالو، سنتابع القرار. اذا الغاء اعتقد البطاقه الصفراء وورقه حمراء، ورقه حمراء قادمه في فريق الجيش الملكي. اذا الفعل العربي الناجي طرف لاعبي فريق الرجاء. حمزه خابا تواجد فرصه، بوزوق ولكن بدا الكره في الوقت كانت انطلاقه ديال حمزه خابا، خلى الكره اليسرى بوزوق الكره بالصدر، ولكن الجيش الملكي رضا سليم ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه تدخل الراسيه، خروج الحارس انس ازنيتي لتنفيذ. رضا سليم تعبت الكره مباشره ولكن مشات فوق المرمى. رضا سليم حاول يلعب الكره بعيده. نتابع الصوره، لاحظوا الكره كانت دائريه ولكن كتخرج خارج ارضيه الملعب. في الوقت كنتابعوا هذا الخطا الراسيه، ابعاد الكره من طرف محمود بن كور وخروج عبد الصمد البدوي امامنا. عبد الصمد البدوي وبالتالي مندب في صفوف فريق الرجاء. تواجد المحاوله حمزه خابا كبر اتجاه لاعب زكريا الهبطي، المطالبه بلمسه يد كانت. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد عشاق الدوريات العربية. اليوم سنتحدث عن الدوري العربي المغربي الكبير، دوري المحترفين. هناك مباراة كبيرة، قمة كبيرة، أو الكلاسيكو كما يقولون له. الكلاسيكو بين فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي. مباراة كبيرة بين الفريقين، بين متصدر ترتيب الدوري المغربي حاليا هو فريق الجيش الملكي، فريق عاصمة المغرب الرباط، وأيضا رجاء الرياضي الفريق الكبير فريق الأخضر. هناك مباراة كبيرة، مباراة ستكون ذات جودة عالية وممتعة للجماهير. أظن بالنسبة لي أظن أن النتيجة ستفوز الرجاء بهدف مقابل لا شيء. أنتم ما هي توقعاتكم لهذه المباراة، ومن سيفوز بهذه المباراة، ومن سيحصل على 3 نقاط؟ هذا كل شيء أراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. نتمنى أن تعجبكم الفيديوهات الخاصة بنا، نتمنى أن تدعمونا بإعجاباتكم. أراكم لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد عشاق الدوريات العربية. اليوم سنتحدث عن الدوري العربي المغربي الكبير، دوري المحترفين. هناك مباراة كبيرة، قمة كبيرة، أو الكلاسيكو كما يقولون له. الكلاسيكو بين فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي. مباراة كبيرة بين الفريقين، بين متصدر ترتيب الدوري المغربي حاليا هو فريق الجيش الملكي، فريق عاصمة المغرب الرباط، وأيضا رجاء الرياضي الفريق الكبير فريق الأخضر. هناك مباراة كبيرة، مباراة ستكون ذات جودة عالية وممتعة للجماهير. أظن بالنسبة لي أظن أن النتيجة ستفوز الرجاء بهدف مقابل لا شيء. أنتم ما هي توقعاتكم لهذه المباراة، ومن سيفوز بهذه المباراة، ومن سيحصل على 3 نقاط؟ هذا كل شيء أراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. نتمنى أن تعجبكم الفيديوهات الخاصة بنا، نتمنى أن تدعمونا بإعجاباتكم. أراكم لاحقا إن شاء الله.